بشد حيلك، تعالى يلا وانا هديك فلوس. ايوه نباتات 4 5 6 10 كيلو كده. تاني طويل العمر، واضح كده ان احنا هنشرح كورس البي تي كل. زي ما قلت لك، انت من كتر ما بتحل بيتولد عندك حاجه اسمها سنس الاجابات. سنس الاجابات ده سمك اهو في الميه، بس مش عارف ظهر ولا لا. الرايتنج بالذات زمان كانت التمبلت بتاعت الرايتنج هي كافيه ووافيه، يعني تسمع اول جمله، الثانيه، الثالثه، تلاقي نفسك الدنيا بدات تظبط معاك. فالفيديو ده والله يا جماعه جميل جدا، وانا مبسوط منه بصراحه، لانه في حاجات كتيره جديده، وفي بي تي اي، وفي غابات. صباح الخير، ايه الاخبار، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول النهارده هناخد جوله مختلفه تماما عن اي جوله، من باب بقى الايه، التنويع. طب ليه التشويق ده كله؟ علشان احنا لسه الصبح، فانا مش عارف يعني ليه. ما هو ملهاش هدف معين، ولكن احنا هنبدا الجوله بتاعتنا ان شاء الله. هندخل جوه الغابات، نكتشف مع بعض كده مده ربع ساعه تلت ساعه الجديد اللي موجود، وبس كده. تعالوا كده وندردش بقى كالعاده يعني. يلا بينا، تعالى نقلب بقى الكاميرا. لكن احنا هنقعد مثلا بتاع 3 4 دقايق كده على ما نوصل، بس يعني استمتع بالاجواء يعني. الجو شكله هيكون مطر ولا ايه، مش عارف، خلينا نشوف. يلا بينا. وزي ما انتم شايفين كده الاجواء الجميله. النهارده المفروض ان هو هيكون يوم مشمس، ولكن اللي انا شايفه ده يعني زي ما انتم شايفين فوق نص سحابه اهي. لو رحت انت على الشمال هتلاقي السماء صافيه. بين هذا وذاك خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، ربنا يستر. لا معانا شمسيات كالعاده يعني، مع اني دايما احذر حسن منها واقول له خلي بالك يا حسن وهات الشمسيه بتاعتك، ولكن اكتشفت ان هي حاجه يعني زي ما تقول كده بتستدعي الكسل، ما نادرا ما هتفتكرها. طبعا الناس اللي هتبص وتلاقي اسماء الشوارع وتبدا تدخل على جوجل ماب وتبدا تشوف المنطقه وحاجات زي كده، احلى تحيه ليكوا يا رجاله. كملوا في طريقكم. بس لو انت لسه مبتدئ يعني وعايز تبدا في الطريق، فخلص الفيديو بتاعك كالعاده ومذاكر. مش هتخسر حاجه يعني لما تقوم تذاكر. يعني انت عارف مشكله المذاكره ان هي، عارف انت اللي بيقومك الفجر كده عشان تصلي تقوم بالعافيه. يعني هي بتبقى كده الراحه بتاعتك، انت قاعد في مكانك مبسوط، فان انت تقوم تذاكر ديت بتحس ان هي ايه، شديده على قلبك شويه. لكن انت بعد ما بتبدا مثلا في المذاكره وتبدا تاخد مثلا وليكن يعني في البي تي اي اكاديميك ريبيت سنتنس كده، تقعد يعني تسمع اول جمله، الثانيه، الثالثه، تلاقي نفسك الدنيا بدات تظبط معاك. وبخصوص الريبيت سنتنس، بما اننا يعني اتكلمنا فيه وبدانا فيه، فعايز اديك كام نصيحه كده ان شاء الله يمكن تفيدك. الريبيت سنتنس بيبقى هم حوالي موجوده في ايبيوني. شغل فلتر الشهر هتلاقي فوق حاجه كده على الشمال، يعني مكتوب فيها مثلا، وليكن لو افترضنا ان احنا في شهر واحد، هيكون كاتب لك 1 2 3، فبتختار الشهر اللي انت فيه. بتفلتر كمان الشورت، بتخليها شورت، مش علشان ان الجمل الطويله هي اللي هتجيلك، مش هتجيلك خالص، بس انت بتبدا تسخن بالشورت الاول، اللي هي الجمل القصيره، عشان تبدا تعود نفسك. الجمل تقريبا بتكون يعني حوالي 250 او 350 على حسب فلتر الشهر. فانت بتبدا يعني ايه، تسمع. كان في حد قال لي انت كنت قلت ان احنا نحفظ وكده. ما اقصدش الحفظ بمعنى ان انت تحفظ الجمله كما هي، وان كان ده مطلوب في سيكشن تاني اللي هو الرايت فروم ديكتيشن. بس خلينا دلوقتي في الريبيت سنتنس. انا اقصد حفظ ان انت من كتر التكرار انت اول ما ودانك بتسمع الحاجه بتبقى عارف الكلمه اللي بعدها اصلا، فبيسهل عليك في ان انت تعيد الجمله يعني. بس هو ده اللي انا اقصده. ولما تيجي تسمع غمض عينك يعني صوت الجرس والكلام الجميل ده حسب شوف في الابيوني. قول الكلام وما توقفش، بغض النظر عن انت قول كام كلمه في الجمله. مش لازم تجيب الجمله كلها بيرفكت، مش لازم خالص 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 خالص. حتى في الامتحان كده يعني. مثلا لو افترضنا ان انت جاي لك 10 امتحانات 10 كلمات، الفلونس بتاعك ده بيفرق في الدرجه بتاعتك جدا جدا جدا. فانت لو قلت مثلا 5 6 كلمات بفلونس صح، هتلاقي نفسك ممكن تكون ايه، اخدت درجه كبيره جدا. لكن لو قلت ال10 كلمات وقعدت تتذكر فيهم، انت باشا هتاخد، لو عرفت تاخد 10 يبقى تمام قوي. فركز في
في التركات ديت، ويبدا عيد بقى الجمله مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة شغاله في العربيه معانا خطه بقى، معانا خطه وبلان واضح بقى. ما احنا اتفقنا ان احنا مش هنبقى محتاجين ان احنا نخلص في شهر يعني. بس يا سيدي احنا على بدايه الغابات. شايفين المنظر عامل ازاي هنا اهو. دي البدايه. بس تعالوا نطلع فوق بقى عشان ندخل ونشوف الدنيا عامله ازاي. بما ان انا كنت فتحت وقلت على رايت فروم ديكتيشن، فانا هقول لك تجربتي مع رايت فروم ديكتيشن، اللي اعتقد ان هي كانت فعاله جدا جدا جدا. رايت فروم ديكتيشن ده المفروض ان انت هو بيكون تقريبا اخر سؤال وعليه درجات حلوه قوي 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 قوي، ما ينفعش تضيعها منك يعني. بيبقوا برضه تقريبا 300 سؤال او 250. انت المفروض بتسمع وتكتب اللي انت سمعته ده. يعني مع الليسننج هيقوي المهاره جدا، لان الليسننج برضه فيه ان انت تسمع وتكتب في ضمن نطاق قطع او كده يعني. فالرايت فروم ديكتيشن اسمع واكتب الجمله مرتين ثلاثه كده بالسبيلنج طبعا بتاعها صحيح، لان السبيلنج مش صح فانت هتنقص حبه حلوين، كان كلمه غلط يعني. فانت اسمع الجمله كامله، اكتبها مرتين. مثلا خلينا نقول مثلا I am going home مثلا، فانت بتكتب خلاص I am going home، فانت ايه بتكتبها مره اتنين تلاته اربعه لغايه لما تثبت عندك. وطبعا بتبدا بالشورت وبعد كده الجمل الطويله، هتلاقي بعد كده جمل هتوصل يعني سطر وسطرين، لكن لما هتكتبها كذا مره هتثبت في دماغك، وهكذا 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 ان شاء الله ان شاء الله يعني. اتوقع هو انا كنت نازل تحت فوق ليه؟ اتوقع ان شاء الله ان انت يعني بالطريقه ديت بالاستراتيجيه دي ان انت هتقدر تقفل رايت فروم ديكتيشن، بس تاخدها برضو على الهادي بناء على الخطه. انا افتكر كنت باخد كل يوم مش فاكر 5 أو 10 جمل حاجه زي كده. ده من ضمن خطط لاسئله تانية يعني. بس كده. ايه تاني يا طويل العمر؟ واضح كده ان احنا هنشرح كورس البي تي كله في الفيديو. طبعا انت لو عايز كورس البي تي بجد بقى يعني انزل تحت في الوصف هتلاقيه على منصه كورسات.com، وفي دعم مستمر معاك لمده 6 شهور، وهتلاقي في كل التفاصيل بقى بالتمبلتس بالاستراتيجيات بكل حاجه افضل مني. بس احنا بنقول دلوقتي تيبس لعل وعسى تفيد الناس اللي هي مش عايزه تشترك وبس. عندك بقى بنك اللي هو الفلين ذا بلانكس طبعا بتاع الريدنج، وفي ريدنج ورايتنج. الريدنج والرايتنج ده بيبقى رخم شويه يعني، لو انت بتجيب الكلمات من تحت تحطها فوق. والريدنج التاني يعني هم مشكلتهم ان هم يعني بنك الاسئله كبير قوي. بمعنى ايه يعني 1600 سؤال هنا تقريبا و1000 ومش عارفه كام هنا، فدي يعني هتحتاج وقت ومجهود منك في ان انت تذاكرهم كويس. طيب الاستراتيجيه هندسه مش لازم تكون فاهم اي حاجه خالص. اقرا القطعه حلها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يعني احنا مثلا ذاكرنا النهارده 10 ماشي، وبكره هنذاكر 10. فانا هذاكر النهارده 10 وبكره هذاكر 10 جداد، ومعلش هاخد 5 كمان مع الايه في القديم احلهم تاني. هتبدا تزود بقى تدريجيا، بدل 5 يبقى 10 وهكذا. واللي يتفضل في اخر الاسبوع تاخدهم كلهم كاملين، اللي هو ايه تقعد تعيد عليهم. طيب انا هحفظ يا هندسه؟ لا مش بقول لك احفظ، انت عينيك كده كده هتحفظ وهتبقى فاميليار مع الحاجه. طيب هل انا مطلوب مني ان انا يعني احفظ القطع زي ما انت كنت بتقول لنا كده في الرايت فروم ديكتيشن؟ لا مش مطلوب منك، ولا مطلوب حتى منك انك تفهمها. لانك انت كده كده في الامتحان هيجي لك قطع انت اول مره تشوفها في حياتك، لكن من كتر الحل هيتولد عندك سنس كده حلو يعني، انت هتحسه مع الوقت وهتلاقي الاجابات صح. فاصلا 90% من البنوك كل الناس بلا استثناء، عدا الناس بقى الفراوده قوي 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 قوي، لان القطع بتبقى بصراحه تقيله يعني. فما يغركش ايه ده انا مش فاهم حاجه والكلمه ضايعه والكلمه بايظه، لا 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 لا، ولا تشغل دماغك. ودايما لو انت بتحل في بيوني بقى، بص بتلاقي في التعليقات تحت كل قطعه طبعا بتشغل الفلاتر بتاعت الشهر او الفيلن ذا بلينكس، المفروض بتحله كله بصراحه يعني. طبعا علينا يعني ايه التفصيله دي ممكن تبقى تشوفها في الكورس يعني. فانت بتشوف التعليقات تحت بتلاقي الناس كاتبه مثلا. انا واحد من الناس لما كان جالي سؤال في الامتحان كتبت ان انا جالي السؤال ده في الامتحان، فبتلاقي الناس كاتبه على القطعه دي جت ايه ده هندسه، ايه ده استنى هندسه، هو انا ممكن اذاكر القطعه
ولا هي بتتكرر؟ هتلاقيها بتتكرر مره واثنين وثلاثه. ممكن بنسبه 70% من الامتحان بيكون اصلا انت حليته قبل كده. بس انا بتكلم الناس مين؟ الناس المجتهده، الناس اللي بتذاكر، الناس اللي بتذاكر الصبح وبتذاكر بالليل وماشيه على خطه، مش عايزه تخلص البي تي اي في مده شهر او شهرين او ثلاثه. الناس اللي حاطه خطه بجد، قاعده بقى لها 6 شهور 7 شهور 8 شهور، باقي لها سنه قاعده بتذاكر، يعني خلاص ذاكرت مثلا كل سؤال ذاكرته بتاع مرتين 3 4 5 6 وعماله تعيد وتزيد فيه. فده هيبقى بالنسبه له امتحان تافه جدا. حتى الاسئله اللي هو ما مرش عليها اصلا، زي ما قلت لك، انت من كتر ما بتحل بيتولد عندك حاجه اسمها سنس الاجابات. سنس الاجابات ده يعني هو سنس، فمش هقدر اشرحه لك هو بيجي لك ازاي، بس هو بيجي لك من كتر الممارسه ومن كتر ان انت بتحل كتير قوي وبتحل السؤال مره واثنين وثلاثه واربعه وبتشوف الكومنتات الناس بتقول ايه، ان هي جالها في الامتحان ولا لا، وبالتالي انت بتقدر ان انت تحل. واسالني عن التجربه ديت لان هي متجربه مليون مره قبل كده، بس هتحتاج وقت وهتحتاج مجهود وهتحتاج صبر. وزي ما قلت لك، احنا لو افترضنا ان احنا في 26، فابدا معلش وتعالى على نفسك وخليها لغايه يا سيدي لغايه 30 12 ان شاء الله 20 26، بحيث ان احنا نكون ايه وصلنا لاهدافنا. علشان انا مش عايز احبطك وبعدين تقعد شهر شهرين وتدخل الامتحان وتلاقي نفسك جبت 45 ولا 50 او حتى 60. فانت برضو احنا عايزينك برضو تجيب نقط في الانجليزي، فمش محتاجين ان احنا نحبط، لانك انت هتدخل هتبقى انت مستمتع ان انت جبت ده، يعني ان انت بتحل كويس وعملت موك تيست وحاجات زي كده، فتحبط فتلاقي نفسك قعدت 6 شهور. فمعلش ما تدخلش، اقعد ذاكر 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 ذاكر. وكده كده الدنيا اليومين دول يعني بتاخد وقت شويه في لا ما بقاش احبط الناس، لا هي ما اعرفش، لا يعلم الغيب الا الله. ممكن في اي لحظه كل حاجه تتغير زي ما احنا متفقين. يعني انا اخدنا الكلام كله في البي تي اي. طب ناقص ايه تاني؟ ناقص البي تي اي، ناقص البنك الرابع بقى اللي هو الايه، الفيلنز بانكس، اللي هو الريدنج والرايتنج. بنفس الفكره كده. هو رخم شويه الحقيقه ان انت الكلمات كلها تحت، ولا اللي هو جو بتاع اكمل وخد من فوق وانزل تحت. بس من كتر ما تحل هيتولد عندك زي ما قلت لك نفس الكونسبت بالظبط، هيتولد عندك السنس والدنيا هتبقى تمام. يعني في حاجه انا عايز انوه عليها، طبعا الناس اللي هتدخل الكورس يعني الكورس طبعا مسجل فيه متابعه 6 شهور. والله مش بقول كده عشان حد ياخد الكورس، انا مش اصلا مش فارق معايا اساسا بفضل الله. احنا عايزين الناس في النهايه ان هي تنجح يعني وتستفاد وربنا يوفقها. انا بشرف على الكورس من بعيد كده لو في حد محتاج حاجه، وبدي فلوس للناس اللي هي بتجيب 79، ف بدي فلوس فوق الفلوس اللي هم دافعينها. فشد حيلك تعالى يلا وانا هديك فلوس. في الرايتنج بالذات زمان كانت التمبلت بتاعت الرايتنج هي كافيه ووافيه، تحط اسم الموضوع وشويه كلام حلو كده مظبوط، القواعد الجميله بتاعته مظبوطه وبس، على كده وبتجيب الدرجه النهائيه. دلوقتي لا، لازم كل موضوع يكون فيه جزء من الكونتنت. يعني لو بتتكلم مثلا عن التكنولوجيا فما ينفعش تكتب تكنولوجي وخلاص، لا لازم تكتب تكنولوجي واي اي وماشين ليرنينج وتكتب كمبيوتر وتكتب مش عارف لابتوب تكتب كلمات كتير يعني. فلازم تكون حافظ لكل موضوع بتاع مثلا 10 15 كلمه كده، عشان ايه الاي اي يلقط ان انت بتتكلم في كونتنت مش مجرد انت حاطط تمبلت كده خلاص. ومع ذلك التمبلت لن تستغني عنها لان هي هتوفر عليك الوقت. هتقول لي طب فين التمبلت دي اجيبها منين؟ اقول لك موجوده في الكورس، معلش انا اسف بس ممكن تتصرف فيها يعني، موجوده على النت كتير يعني. بس وتشات جي بي تي ممكن يظبط لك القصه دي، بس ما تقعدش كل شويه تقعد تغير يعني. وبس يا سيدي، في فيديو تاني بقى ممكن نتكلم فيه برضو على البي تي اي تاني من باب الدردشه يعني. واحنا جينا هنا في الغابات، انا مش عارف هي ظاهره معاكم ولا لا، بس ان شاء الله تكون ظاهره. بص طبعا انا مش هغامر طبعا وهدخل انا هطلع كمان 3 4 دقايق فوق لان الطلعه بتكون صعبه. بس المطلع اللي هناك ده مطلع صعب، وللاسف الشديد انا نسيت الميه فالواحد محتاج في الحته دي كان يشرب ميه بصراحه. لكن هنعمل ايه هندسه هندسه. انا مش بقول كفايه كده. شايفين الطريق البعيد ده؟ انت حرفيا الغابه ديت 200 كيلو في كيلو. كان نفسي اقول لك ان انا يكون معايا درون ولا حاجه، بس الدرونز معرفش بص الشجر ده هتطلع ازاي وهتجيلي ازاي، محتاجه تدريب بصراحه. طبعا انت لو ماشي لوحدك الغابات هنا مرعبه جدا بالليل، يعني بالليل مرعبه جدا انت لو ماشي لوحدك هنا
والله حتى دلوقتي لو انت مش شاغل نفسك باي حاجه، طول ما انت ماشي كده تحس في حد جنبك، في حد وراك. بيبقى ظل. بيكون ظل الشجر وفي بعض الحشرات كده ممكن تطلع، اللي هي زي السحالي الكبيره ديت، بس هي بتخاف منك بتجري اصلا يعني. جو بقى التعابين والكلام الجميل اللي الناس بتقول عليه ده يا جماعه مش موجود عندنا، على الاقل في المنطقه اللي انا موجود فيها. وزي ما قلت انت ما تروحش الاماكن بتاعتهم وتقول لي اصلا ما فيش حاجه يا جماعه، حتى البيوت الدنيا تمام وما فيش اي مشاكل خالص. بيبقى في حاجه صراصير كالعاده موجوده في اي مكان، وعناكب صغيره قوي، وفي حاجه اسمها هنا البيست كنترول، دي اللي هو اللي بيجي بقى ينظف يعني. البيست كنترول الحاجات اللي هي بتاعت الحشرات، بموت الحشرات وكده، بيجي يرش لك للصراصير والعناكب، والدنيا تمام. ولا انت لما بتقعد في البيت فتره خلاص اصلا يعني الموضوع بيكون يكاد اشبه بيكون ان هو مش موجود خالص. وبره في الباك يارد، الباك يارد يا جماعه اللي هي الحديقه الخلفيه يعني، ممكن تلاقي سحالي صغيره كده، عارف اللي هو مش مكمله 2 3 مللي. انا بصراحه بقيت بسيبها لان هي بتاكل الحشرات اللي هي الضاره. فبصراحه يعني مش بشغل دماغي بيها طول ما هي بعيده عن البيت، خلاص ما فيش اي مشكله. وحتى العيال بدات تتعود عليها وخلاص يعني. ما يعني زي ما قلت لك كده، يعني لكم دينكم ولي دين يعني. فاللي هو انتوا طول ما انتوا مع نفسكم ومش مضايقيننا في اي حاجه، فاحنا كمان مش متضايقين ومش زعلانين، والدنيا في التمام التمام يعني. بس كده. فاللي هو فالغابات يعني انا طبعا انا ماشي على الطريق ده مسافلت، وللاسف اتعورت في حته كده وانا خارج من البيت، بس يعني ايه ان شاء الله تكون اصابه خفيفه، ما رضيتش ادقق فيها. وبس يا سيدي، هذا وبالله التوفيق. انا عايز اوريك، عايز اوديك لمكان تاني، واوريك حاجه جميله قوي. يمكن انا كنت عملتها في ريلز قبل كده. ان في وسط الغابات دي كلها هتلاقي فيه العاب الاطفال يعني، اللي هو يعني هنا طبعا بيحبوا الكامبينج والحاجات اللي هي الجميله دي، فالناس بتيجي تقعد، وهتلاقي فيه كراسي، وهتلاقي فيه الكراسي والمظلات والحاجات دي يا جماعه هنا يعني حاجه حق اساسي. بصوا انا من بعيد انا مش عارف هيبقى ظاهر ولا لا، بس هو في اللي هو السحليه ديت اللي هي الكبيره شويه ديت، فدي ممكن هو اول ما يشوفني هيجري. فانا مش عارف لو انا عملت دلوقتي الاكس ايه اللي هيظهر، مش عارف ليه مش ظاهر، انا مش عارف. بس هو يعني اتمنى يعني ان هو ما يجريش مننا ويطلع معانا في الكاميرا يعني. خد يالا اتقل، ايوه بالراحه، خش عليه بالراحه كده، بالراحه. المونتاج لو الفور كي يبقوا ايه، حاولوا تزوموا لنا بقى على الايه، على البتاع الجميل اللي هناك ده، ان شاء الله يكون ظاهر اهو. هيبدأ ايه، هيبدأ يجري اهو. اهو يا جماعة شايفينه اهو ايوه اهو شفتوه اهو اهو يا جماعة. خد يالا، اثبت مكانك، اثبت مكانك يالا، اثبت مكانك يالا اهو. اهو يا جماعة شايفينه اهو. بص ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، قل سبحان الله. طبعا يا جماعة المونتاج يكونوا ايه، يبدأوا يصوروا لنا البتاع ده. انت فين يا ولا، خدها جاي النجم. بس anyway يعني ف ان شاء الله يكون طلع والدنيا ظبطت طبعا في المونتاج. اهو في واحد هناك هو بيجري اهو، خد يلا فيش وفي واحد برضو على انا مش عارف لو الفور كي طبعا يا جماعه بيزوموا، المونتاج يبقى يزوم تمام اهو اجري اهو بس فهو ده يعني ده اقصى حاجه هتشوفها هنا. وهيخافوا منك يعني، بيخافوا وبيجروا يعني، ما تقلقش من الموضوع ده. وبس هنا بقى زي ما قلت لكم العاب الاطفال بالمنظر اللي انتم شايفينه ده بيكون وسط الغابات والاطفال بتلعب، والدنيا بتبقى ظريفه ولطيفه. والفيديو ده طول قوي والدنيا كده ايه مش الطف حاجه اهو. اهو يا جماعه
تعالوا نخش كده، نخش من جوه. نخش من جوه. هنا طبعا المراجيح، المراجيح. وفي هنا برضو بيكون يعني لو عيالك اللي هي بتبقى اللي هي الأنبوب ده. سامعين صوت أعتقد إن صوت الحيوان، صوت العصافير في واحد بيعمل صوت كده غريب، ما اعرفش اسمه ايه، يعمل لك تيت تيت، تحس زي ما يكون كده ايه، حاجه في بس اعتقد اتمنى ان انا الاقي لكم البط. تمام، عشان البط هنا بيتدلع اهو. البط موجود هناك اهو في البط اهو يا جماعه. بط همام، بط همام في امستردام. البط اهو. البط اهو يا جماعه، والميه اهي، شايف اهو. بط همام، بط هنا 3 4 5 6 10 كيلو كده. وفي سمك اهو في الميه، بس مش عارف ظهر ولا لا. اعتقد ان هو ظهر ليكوا يعني اهو. فالفيديو ده والله يا جماعه جميل جدا، وانا مبسوط منه بصراحه، لانه في حاجات كتيره جديده، وفي بي تي اي، وفي غابات، وفي حشرات، وفي يعني مش عارف ايه العنوان اللي المفروض نحطه لحاجه زي كده. لكن المنظر جميل جدا. و... وتعالوا اوديكم للمنطقه الجميله ونختم هناك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا حسن، بعد كل الكلام اللي انا قلته ده، انت المفروض ان انت تقوم تذاكر، تكسف على دمك. والله انا ما مبسوطش والله يا جماعه ازعل حد او اضايق حد، بس انت بتتمرقع، فانت لازم ازعلك. لازم تقوم تذاكر. لو انت عندك نيه بجد ومقرر خلاص، فما تحاولش تبحث عن طرق سهله، لان للاسف الشديد الطرق السهله بيبقى معظمها لما رحم ربي بتكون نصب للاسف الشديد. وكذا حاله اتبعتت لي والله، كانت في واحد هيدفع 10000 درهم او 8000 درهم، ولولا ان هو دخل مكالمه معايا كان زمان دلوقتي فلوسه في ايه، في كانه خلاص. فاحذروا يا جماعه، الطرق السهله بتبقى سهله ان انت تقع صيده ك كنصب يعني. فربنا يوفقكم. خد الطريق الواضح. ولو انت عايز تقدم على شركات في استراليا، قدم بس عن طريق موقع سيك، وهو ده الحاجه المعتمده. لكن مكتب والكلام ده مش مضمون يا جماعه. وفي ناس كتيره والله بتكتب لي في التعليقات، بتبعت لي على الخاص حتى غير اللي انا كلمتهم. للاسف الشديد فلوسهم راحت يعني. اهو بط همام، بط اهو، بط حسن. تعالى يا حسن يلا، عشان هناكلك بط يا عم، بس مش من البط ده عشان ممنوع. وبس يا سيدي، خلصت الحكايه، خلصت جولتنا.